عايز بس اعلق تعليق واوجه كلمه لسيده مصريه انا قبل كده دافعت عنها في الحقيقه في البرنامج. مش فاكر اسمها كويس، اسمها تقريبا استاذه منى اللي بتاعت ليسن تو مي اوباما. حضرتك انا يوم ما دافعت عنك في البرنامج هنا عندي علشان ناس حسيت ان انت عندك رساله عايزه توجهيها للغرب وكذا وكذا، والناس كانت بتتريق عليكي وانا قلت لا حرام يا جماعه محدش يتريق عليها، هي عايزه توجه رساله وعايزه توجهها بلغه اخرى وكذا وكذا وكذا. حضرتك ما تاخديش الموضوع ده تجاره، او لان حضرتك طلعتي في احد البرامج واسأتي في الحقيقه لنفسك ولينا كلنا. وطبعا بلوم على هذا البرنامج لان اي حد بيطلع في هذا البرنامج المفروض بيعرفوا بيقعدوا معاه الاول، بيبقى فيه زي انترفيو او قبل ما يطلع على المسرح علشان يعرفوا ايه موهبته. فانا مش عارف حضراتكم طلعتوها عشان هي موهبتها ايه، يعني احنا ما فهمناش الاستاذه دي موهوبه في ايه. هي الاستاذه ما بتعرفش تتكلم انجليزي كويس، حافظه كام كلمه وبتحاول تطلع تتكلم بالانجليزي. الناس في الاول ضحكوا عليها، فانتوا ليه وافقتوا انها تطلع على المسرح؟ ده انتوا حتى قبل ما تطلع على المسرح ما حدش فاهمها ان في نقطه اللي هي نجمه معينه تقف عليها. فهل ده مقصود علشان يبقى في سخريه منها؟ وانتوا مش برنامج بتاع سخريه، انتوا المفروض حضراتكم برنامج هادف وبيورينا مواهب حلوه وكذا وكذا وكذا، فانتوا طلعتوها علشان تسخروا منها، علشان توروا ان في مصر يعني ما فهمناش ايه الغرض في الحقيقه. ونحب نتمنى ان اداره البرنامج تطلع تقول لنا كان ايه الغرض من وجودها. هل الحاجه فور فن طالعه لان ما عندهاش موهبه وانتوا برنامجكم بتاع مواهب فهي طالعه ليه؟ وكلمتي بقى ليها من فضلك لو سمحتي ارجوكي يا حاجه منى او يا استاذه منى، خلاص عرفنا والعالم كله عرف الرساله اللي حضرتك عايزه توجهيها، فالموضوع كده بقى مش لطيف، الموضوع بقى بايخ من فضلك. وانا اسف ان انا بقول لك الكلام ده. واسأتي في الحقيقه لنفسك ولينا كلنا. وطبعا بلوم على هذا البرنامج لان اي حد بيطلع في هذا البرنامج المفروض بيعرفوا بيقعدوا معاه الاول، بيبقى فيه زي انترفيو او قبل ما يطلع على المسرح علشان يعرفوا ايه موهبته. فانا مش عارف حضراتكم طلعتوها عشان هي موهبتها ايه، يعني احنا ما فهمناش. عايز بس اعلق تعليق واوجه كلمه لسيده مصريه انا قبل كده دافعت عنها في الحقيقه في البرنامج. مش فاكر اسمها كويس، اسمها تقريبا استاذه منى اللي بتاعت ليسن تو مي اوباما. حضرتك انا يوم ما عليها، فهل ده مقصود علشان يبقى في سخريه منها؟ وانتوا مش برنامج بتاع سخريه، انتوا المفروض حضراتكم برنامج هادف وبيورينا مواهب حلوه وكذا وكذا وكذا، فانتوا طلعتوها علشان تسخروا منها، علشان توروا ان في مصر يعني ما فهمناش ايه الغرض في الحقيقه. ونحب الاستاذه دي موهوبه في ايه؟ هي الاستاذه ما بتعرفش تتكلم انجليزي كويس، حافظه كام كلمه وبتحاول تطلع تتكلم بالانجليزي. الناس في الاول ضحكوا عليها، فانتوا ليه وافقتوا انها تطلع على المسرح؟ ده انتوا حتى قبل ما تطلع على المسرح ما حدش فاهمها ان في نقطه اللي هي نجمه معينه تقف. دافعت عنك في البرنامج هنا عندي علشان ناس حسيت ان انت عندك رساله عايزه توجهيها للغرب وكذا وكذا، والناس كانت بتتريق عليكي وانا قلت لا حرام يا جماعه محدش يتريق عليها، هي عايزه توجه رساله وعايزه توجهها بلغه اخرى وكذا وكذا وكذا. حضرتك ما تاخديش الموضوع ده تجاره، او لان حضرتك طلعتي في احد البرامج